من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. فريق عمل يوم السبت دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، أمان هلال على هندسة الهواء، ودكتور محمد رفعت في الإخراج. أهلا بالأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي ومواجهة يوم السبت. أكيد أهلا أستاذة ميادة. دكتور هشام. يعني أسبوع طويل بيعدي بنرصد مع بعض كل ما هو موجود من إنجازات وأيضا شائعات زي ما احنا متعودين ومؤامرات شغلنا الأساسي. لكن وعدتنا أستاذ أحمد في بداية هذه الفترة مواجهة أن تقدم من فيض يعني الوفاء كلمات للراحلة الأستاذة عواطف البدري فقيدة الإذاعة. طبعا خالص التعازي، خسارة كبيرة للإذاعة المصرية، واحدة من الرعيل الأول اللي اتبنى على يعني أكتافه الإذاعة المصرية، سواء في الشريفين أو في هنا في بسبيرو بعد الانتقال إليه سنة 60. نعم. واحدة من القلائل اللي يعني كان في خيط واضح بين المهنة وبين المبادئ، عاشوا عليها وماتوا عليها. نعم. فخالص التعازي، وطبعا ربنا يعوض الإذاعة بأبنائها وأحفادها من الإذاعيين المحترمين الموهوبين اللي دايما البرنامج العام والإذاعة كلها بتقدمهم، وهم تلاميذ أيضا طبعا. لهذا الجيل. يعني من الجميل في الإذاعة يعني دايما التلاميذ يأخذون عن السابقين، فهناك قواعد وأصول نحن جميعا لا نخرج عنها في العمل الإذاعي. دي حقيقة. نعم. هنا مدرسة، الإذاعة مدرسة بتخرج أجيال ملتزمة بما يعني أرسه السابقون. نعم. في طبعا نستعيد صوت الأستاذة عواطف البدري في مستهل هذه الفترة مواجهة. وعدتنا الزميلة أمان هلال مهندس الصوت أن يكون لدينا من الذاكرة الإذاعية صوت القديرة عواطف البدري الآن. أنا هقول إيه بعد الكلام الحلو اللي أنت قلتيه ده؟ أنت تستاهلي كده وأكتر والله أنت خلتيني مش عارفة أقول لك إيه. لا والله يا مدام عواطف، أقول لك أنت بتقول الراديو صديقي، ده مش صديقي وبس، ده حبيبي. أكيد والله. بجد. طب يعني إحنا في عيد الإعلاميين في البداية، يعني إحنا المفروض بنحتفل ب31 مايو عيد الإعلاميين، لكن أنا بقى هحتفل طوال العام، وكل ما هقابل إعلامي قدير زي عواطف البدري هقول لها كل سنة وانت طيبة، يلي رفعتوا اسم الإذاعة عالي في السماء، واحنا كلنا وأنا أولهم بتعلم منكم، بتعلم من بساطتكم، بتعلم من أسلوبكم، بتعلم من اللغة الجميلة بتاعتكم. شوفي إذا كانت الإذاعة بتقول إنها استفادت مني يعني أو من زملائي، والله ده احنا اللي استفدنا من الإذاعة، دي ادتنا مجد ما كنا نحلم بيه. يعني أنا عواطف البدري دي لو كانت اشتغلت أي حاجة تاني كان مين هيعرفها؟ يا دوبك أهلها وجيرانها وكده. إنما الوقت يبقى لي حبايب في كل حتة. طب هو ده إيه يعني؟ أنا عايزة إيه أكتر من كده؟ دي ثروة لا تقدر بمال. طبعا. فأنا بشكر الإذاعة وبحب الميكروفون. هنا القاهرة. طبعا ده كان حوار أجرته الزميلة منى بطاح مع الإذاعية القديرة راحلة عواطف البدري في برنامج الراديو صديقي. لمسة وفاء من كل من تعلم على يد هؤلاء الجيل الواعد الذي ربى الكثير من الإعلاميين. أستاذ أحمد، بالطبع يعني إحنا بدورنا في الإذاعة بنكمل مسيرة هؤلاء الإعلاميين في توضيح وتوعية كل من يستمع إلينا في برنامج مواجهة. وزي ما عودنا المستمعين دايما ان احنا بنحط ايدينا على كل الشائعات والمؤامرات علشان نوضحها للناس اكتر. تقريبا يعني احنا ختمنا الحلقة الاسبوع اللي فات
بسؤال يعني عريض وعلامات استفهام متعددة حوالين الهدف من جملة الإشاعات اللي صدرت من دولة الكيان الصهيوني ناحية مصر. وقلنا عايزين كلنا نفكر احنا والمستمعين والمسؤولين ايه الهدف من اللي بيحصل. وتقريبا حددنا 3 إشاعات أساسية لما اتكلمنا على إشاعة ضرب إيلات وحللنا الموضوع وقلنا انه الصواريخ اللي بتصدر اللي قالت عليها إسرائيل انها سقطت عندها في العقبة، هي عندها القبة الحديدية، قالت انها اتعاملت مع الصواريخ، وبالتالي الصواريخ دي القبة الحديدية ما بتتعاملش الا مع صواريخ من بين مدى 5 إلى 70 كيلو، وبالتالي يا اما ضربت من مدى اقل، وده ما يكونش الا في جنوب سيناء والمنطقة دي مؤمنة بالكامل، يا اما إشاعة إسرائيلية الغرض منها غير مفهوم وقتها. يعني غير الأسبوع اللي فات لما كنا بنتكلم قلنا غير مفهوم وقتها، قلنا أن صواريخ حماس بتاخد 13 ثانية للوصول لأقرب مستعمرة، وأنه صواريخ القبة الحديدية اللي بتتصدى للصواريخ دي بتاخد 15 ثانية، وبالتالي ما بتقدرش تتعامل معاها، ولذلك المسألة كلها محل استفهام عريض. نعم. واتكلمنا على اللي قاله المدعو اللي احنا سميناه بالمعتوه، وقلنا ليه معتوه، اللي اسمه أيوب القارة، ده الوزير الإسرائيلي اللي بلا وزارة أو وزير دولة يعني، لما قال انه في يعني ترامب ونتنياهو هيناقشوا الاقتراح المصري بتوطين الفلسطينيين في سيناء ويعملوا دولة ممتدة من غزة إلى سيناء. طبعا فندنا الموضوع، والموضوع الأولاني قلنا انه على الخارجية أن يعني تطلب تفسيرات من الجانب الإسرائيلي، وتطلب صور الأقمار الصناعية أو أي أدلة تثبت أن في صواريخ اطلقت فعلا من هذا الجانب أو من هذه الناحية. وقلنا أنه الثاني بعد ساعات من تصريحات أيوب القارة مدير مكتبه قال أن دي تصريحات تخصه، وأن دي توقعات مش معلومات، وده اللي هو بيأمله مش ده اللي حصل. وبعد قمة نتنياهو ترامب، نتنياهو بنفسه هو اللي قال ان ده مش صحيح، بس طبعا كان عدى يوم ولا حاجة، فالأثر من الإشاعة أو الارتباك اللي كان مطلوب تحقق يعني. نعم. بس في سؤال يا أستاذ أحمد، فضل. يعني ألا يمكن أن يتساءل الشارع المصري الغيور على حكومته ودبلوماسية بلده أنه يطالب إسرائيل باعتذار؟ يعني في مثل هذه الظروف أعتقد بيتوجب اعتذار من قبل الحكومة الإسرائيلية للحكومة المصرية والشعب المصري. احنا كان تفسيرنا انه كل اللي حصل توزيع ادوار، وانه لا يمكن وزير حتى لو كان معتوه طالما داخل الحكومة، ما يقولش كده، هو وزير فاعل وداخل الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي الاعتذار واجب، تقصد حضرتك لانه مسؤول رسمي لغاية التصريح اللي قاله طبعا. لكن احنا فسرنا كله في انه ما فيش حاجة بتحصل صدفة، انه ده توزيع ادوار، انه حد يقول حاجة والتاني ينفي بعدها بفترة، بس على الاقل تكون الحاجة دي مع اللي قبلها عملت تأثير سلبي عند الشعب المصري وعند الشعب العربي كله. نعم. وده اللي حصل طبعا. شفنا الحريقة اللي حصلت على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات الفضائية، إذا ما كانش أغلبها يعني، حوالين الموضوع. لكن قبل ما نلتقط الأنفاس وبعد ما خلصت الحلقة فهمنا بقى إيه اللي حصل. يعني فهمنا التساؤلات اللي احنا سبناها دي إيه اللي حصلت بإشاعتين تانيين تسببوا في مشاكل مع اللي قبلهم. والنتيجة هقولها لحضرتك دلوقتي بس عشان الناس تفهم أبعاد الموضوع. والناس تفهم لما يبقى يعني إيه جيشنا في واصل إلى حصار جبل الحلال بمساحته الضخمة وتضاريسه الصعبة، وقد إيه المعارك هناك واصلة إنه كل يوم دلوقتي تقريبا كل يوم في نفق سري بنكتشفه، في شغل هندسي معمول ما يحصلش بين يوم وليلة، ولا يحصل يعني عضلات أفراد وخلاص. ده بيحصل بتخطيط هندسي ورسم هندسي ومساعدات ودعم مخابراتي ما يقلش عن كده يعني. ولما كنا بقى بنقول في الحلقات اللي فاتت على الإنجازات، وقلنا بالحرف إنه لما يتقال إنه الإسماعيلية الجديدة اللي افتتحت اللي هي تعدادها 320,000 نسمة، أكبر في السكان من الإسماعيلية القديمة، وكلها موجودة في الضفة الشرقية من قناة السويس، يعني موجودة كلها بالكامل في سيناء. وبالتالي قرار تنمية وتعمير سيناء اللي تم تجاهله أكثر من 30 سنة
بيتحقق دلوقتي، وقلنا انه شبكه الطرق الممتده من القنطره شرق فوق لغايه تفضل ماشيه كده تقسم سينا لغايه ما توصل لشرم الشيخ والمينا الثاني بتاعنا اللي اسمه على اللي بيودي على العقبه نويبع. وقلنا ان شبكه الطرق بتتعمل لاول مره على احدث الطرز يعني. ولما قلنا انه جنوب سيناء في مخطط لتعميرها، وانه شمال سيناء بتتجدد كل الحاجات اللي فيها من تعليم وصحه ومرافق وقلنا انه صحاري السرابيوم فهتنقل الميه عشان تتزرع مئات الالاف في الناحيه الثانيه من القناه، وبالتالي الناحيه الثانيه دي تعني سيناء. وقلنا ان انفاق القناه هتربط الوادي بسيناء اللي تم زي ما قلنا اهمالها 30 سنه. وقلنا انه العاصمه الاداريه الجديده موجوده في حته تبقى قريبه من قناه السويس، وبالتالي فكره انه الامتداد السكاني يتمدد ويبقى الناس قريبه من سيناء. قلنا كل ده لا يمكن يعدي من غير مشاكل، ولازم يبقى عامل قلق عند العدو الاساسي للشعب المصري والمصريين والمصر. وانه فكره العدوان المباشر مصر جاهزه ليها، وما عادتش هي الطريقه دلوقتي المثلى في العالم. هو بيحرك ادوات منها الارهاب ومنها عناصر في الداخل تفضل عامله ارتباك لمصر والمصريين طول الوقت، وتفضل عامله احباط وبتاخد المعلومات وتنزل بيها طول الوقت. لكن ما كناش عارفين انه ممكن توصل بالسرعه دي، انه هو بنفسه اللي يشتغل بشكل مباشر، وانه هو اللي يصدر المشاكل، وانه هو اللي يصدر الارتباك لمصر. لان احنا بعد ما خلصنا الحلقه اللي فاتت لقينا نفسنا قدام اشاعتين تانيين ما يقولوش خطوره عن اللي قبلهم. الاشاعه الاولى بتاعت انه العدو الاسرائيلي شوف بقى بيكمل بقى الاشاعه اللي فاتت، انه قدر يوصل للعناصر اللي ضربت الصواريخ على ايلات، وهو بنفسه قام بضربها داخل سيناء. وبالتالي عايز يقول انه الامور مستباحه، وانه يعني قادر يوصل للعناصر اللي بتهدده حتى جوه سيناء، ملوش علاقه بالسياده المصريه على سيناء، وانه بيتصرف كأن مفيش حاجه هناك، كأن مفيش دوله يعني. والاشاعه الثانيه انه اللي احنا سمعنا بيها كلها، انه في اجتماع رباعي حصل في العقبه، وانه حضروا نتنياهو وحضروا كيري من الجانب الامريكي، وحضروا الملك عبد الله، وحضروا الرئيس السيسي. هو طبعا قاصد يصدر الاشاعه الاولى دي في الجزء الثاني، يعني بيكمل بقى الصوره في الاشاعه بتاعه ضرب ايلات. والموضوع انه يسرب اجتماع رباعي خرج منه يسرب ولا يختلق؟ هو طبعا في غموض، لكن انا بسترد اقصى حاجه انه الرئيس السيسي طلب او وافق انه يحضر الاجتماع مع نتنياهو. لكن العبره بالنتيجه انه ايه، هو اولا مش راح عشان حاجه تخص مصر، راح عشان حاجه تخص الفلسطينيين وتخص القضيه العربيه كلها. الحاجه الثانيه انه الاجتماع كان سلبي جدا، وخرج منه الرئيس السيسي بانطباع انه نتنياهو شخص لا يمكن التعامل معاه، وانه مش هيؤدي الى نتائج. وبعد الاجتماع ده شفنا المواجهه اللي حصلت في مجلس الامن، وشفنا مؤتمر باريس اللي تم التعتيم عليه اعلاميا، واللي مصر قادت فيه المعركه كلها تقريبا مع اكثر من 70 دوله فيهم كل الدول العظمى تقريبا، وخدت قرار بانه الاستيطان باطل وكل ما تفعله اسرائيل باطل. وبالتالي المعركه يعني تحت الحزام كده شغاله، والمعركه الدبلوماسيه شغاله لم تتوقف، وانه في مشاكل فعليه بين الجانبين. مش صحيح فكره انه المسائل عشان احنا قادرين نتعامل مع الارهاب في سيناء فيبقى يعني اسرائيل عامله تنازلات تخص موافقات انه قواتنا تدخل يعني بالمخالفه للشروط كان بديفيد، وانه ده منهم. ده مش صحيح. واضح انه الخلافات كبيره، وواضح انه الرئيس السيسي لما خرج من انطباع انه هذا الشخص اللي يمكن التعامل معه، وانه الاجتماع كان سلبي اساسا، وانه نتنياهو افشل الاجتماع وافشل كل حاجه. وبالتالي مصر بتلعب دور مش يعني ما هوش لا في انتهازيه ولا في مصلحه مباشره لمصر ولا في مصلحه خاصه لحد غير القضايا العربيه. فاذا انت مسربه علشان تحط مصر في ورطه وتعمل نفسك انك كشفت المستور وانك فضحت المستور، وانه لا ومسافه الانتظار يعني انتظر مده ما هو انا بقول لك اختار توقيت، ما هم 5-6 ساعات جايين ورا بعض في كلهم في ال10 ايام او الاسبوعين اللي فاتوا. الهدف بقى اللي احنا اتكلمنا برضو المره اللي فاتت عن واحده من الاحتمالات اللي بيحصل ده، ان ممكن تبقى السياحه اللي راجعه. بص بقى بالحرف بيقول ايه وزير خارجيه الروسي سيرمو لوتوف، نائب وزير الخارجيه الروسي سيرمو لوتوف قال اليوم الاربعاء اللي فات ان الحوادث، بص بالحرف بقى،
مش كلامي ولا تفسيري ولا كلام حضرتك ولا كلام استاذ ميادة ولا كلام حد مصري. ومين اللي بيقول؟ مش وزير النقل. مش وزير النقل الروسي اللي هو يعني اللي منوط بالامر المكلف بالموضوع من شهور او من سنتين، وشغال رايح جاي وبيبعت وفود وبيستقبل وفود وبيبعت بعثات وبيستقبل بعثات، وتابع لحظه بلحظه تركيب كل الحاجات اللي طلبوها في المطارات المصريه. ده بقى جه دوره بعدين. لكن اللي بيتكلم بقى انا وزير الخارجيه الروسي بيقول في سبوتنيك بقى وكاله الانباء الروسيه المعروفه ان الحوادث على غرار عمليات اطلاق الصواريخ الاخيره من سيناء على ايلات قد تعقد مساله اتخاذ قرار حول عوده السياح الروس الى مصر. في اتفاقات من وراء الكواليس ده شوف بشكل مباشر واضح وصريح. هو طبعا المطارات بقت متأمنة. هي دي المؤامرة اللي كنا بنتكلم. شفت بقى ده الموضوع، واحنا قلنا انه ده واحد من الاحتمالات. هو راجل قالها صريحة مباشرة بعد الحلقة اللي فاتت بيومين 3، وقال ان الحوادث، عشان الناس تسمع تاني، ان الحوادث على غرار عمليات اطلاق الصواريخ الاخيرة على سيناء من سيناء الى ايلات قد تعقد مسألة اتخاذ قرار حول عودة السياح الروس الى مصر. بيكمل بقى في ماكسيم سولوتوف بقى اللي هو وزير النقل بقى، جه دوره بعد الراجل وقال انه عودة يعني السياحة الروسية لمصر غير متوقعة في الفترة الحالية. يعني هو قدم، يعني الطرف الإسرائيلي قدم ما يمنطق ويجعل القرار الروسي في هذا الإطار منطقي. انت بقى امنت المطارات لكن مش هتقدر تعمل الجو، لانه ممكن في ناس طبقا للإشاعة الإسرائيلية السخيفة دي ممكن عندها قدرة على إطلاق الصواريخ. وبالتالي بس أنا يعني بسأل يا فندم، يعني الدبلوماسية المصرية لماذا لم تقاتل لنفي؟ ده اللي احنا قلناه بقى الحلقة اللي فاتت، وإنه وده اللي أنا قلته في حتى تضيع على إن عليها تطلب الأدلة وعليها إنه تخوض معركة دبلوماسية وإعلامية لفتح الإشاعة، وإنه السكوت ممكن يفاقم الموضوع. هذه النتيجة من وزارة الخارجية، كأنها يعني هي تولت أمر الإعلان، وبعد كده بيجي التالي ليها دور وزارة النقل، رغم أن المفروض كان يحصل العكس، وأنه المسألة لو مش سياسية كان سابوها للفنيين، يعني أو يعني وزارة النقل أقصد يعني. لكن المسألة كبرت وتحولت إلى موقف سياسي بسبب الإجرام الإسرائيلي وبسبب الإشاعات الإسرائيلية اللي تقبلها أو تلقفها عملاء الشر وإعلام الشر منهم في الداخل وفي الخارج، سواء في الفضائيات الشريرة اللي بتصدر كل القرف لمصر من وجهة نظرها يعني، والنشطاء اللي حضرتك متابعة شغلهم وإشاعاتهم وبيبقوا معتقدين ان الموضوع ان هو على خلاف سياسي مع النظام، لكن هو للأسف على خلاف سياسي مع الوطن كله. الحليف الروسي حضرتك تفسر هذا الموقف منه، يعني يتخذ شائعة زي ديت ذريعة لهذا القرار. الحليف الروسي ايه المبررات اللي خلته يتخذ هذا الموقف يا فندم؟ تتكلم بصراحة ولا بصراحة، يعني في ضوء المسكوت عنه أحيانا قد يكون في صالح. بص، هو طبعا احنا كنا فترة من الفترات ما عشان نشوف الصورة فعلا، عشان نشوف زي ما حضرتك بتقول كده، طالما في الصالح عشان نشوف الصورة صح، لأن ده سؤال أغلب المصريين هم الروس بيفكروا زي ولا عايزين ايه. فأنت كنت فترة من الفترات على درجة عالية من التحالف مع الروس، بنوا المصانع وقفوا معنا وسلحوا الجيش من تاني وبنوا الجيش من تاني، وانتصرنا وعبرنا بسلاح روسي. واللي اتعمل في مصر منهم من الحديد والصلب للسد العالي لأغلب المصانع الكبيرة دي محدش ينكره يعني. وطبعا كانوا الناس بيتنازلوا عن ديون وبيسقطوها باستمرار، وفوائدهم طبعا كان النظام الاشتراكي او النظام الشيوعي ده الفوائد بتاعته يعني تكاد لا تذكر، باعتبار انه يعني المسائل مش ارباح راسماليه ليهم نظامهم يعني في المساله دي. انت جيت خدت قرار بطرد الخبراء الروس في 72 ماشي، ممكن نفسره باعتبار انه احنا عايزين ننتصر ونعبر من غير ما يبقى في حد اجنبي على موجود في مصر، ليه منطقه. لكن اللي ملوش منطق انك 79 تدعم اللي كانوا بيسموهم المجاهدين لغايه ما اتعرفت بقى الليله وعرفنا ان هم ارهابيين وصدروا لنا الارهاب لمصر، وعملوا القاعده وعملوا ايمن الظاهر، عملوا بن لادن، وتقف مع امريكا ضد الاتحاد السوفيتي وتساهم في اسقاطه. فعايز اقول في النهايه ده تسبب في توجس
انه ده ممكن يتكرر تاني، وبالتالي احنا بندفع ثمن اخطاء. يعني الرئيس السيسي بيدفع ثمن اخطاء ما عملهاش، والشعب المصري حاليا بيدفع ثمن اخطاء هو لا صنعها ولا عملها، وانه انت محتاج وقت علشان العلاقات مع روسيا ترجع. طبعا هي قويه، لكن انا اقصد اللي فيها الاطمئنان اللي كان موجود قبل كده. سيظل هناك أسئلة ذات صلة بهذه الجزئية أستاذ أحمد. تفضل. أسئلتنا نقدمها لك بعد وقفة مع جديد الأنباء، حيث موجز أنباء الواحدة والنصف والزميلة ميادة الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. محافظ مطروح يؤكد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إحياء المشروع السلمي النووي يعد إنجازا حقيقيا. المحافظ يعلن خلال جلسة الحوار المجتمعي حول مشروع الضبعة أن المشروع سيسهم في دخول مصر قائمة الدول المصدرة للطاقة. وزير الخارجية يبحث بالقاهرة اليوم عن نظير بريطاني تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك وجهود مكافحة الإرهاب. وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد حرص مصر على تحقيق شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. تواصل محادثات السلام السورية في جنيف، والمبعوث الأممي يقدم مقترحاته بشأن جدول أعمال المحادثات. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمنطقة أبو سليم بطرابلس. مقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني بمحافظة البيضاء وسط اليمن. قوات الحشد الشعبي العراقي الموالية للجيش تعلن تحرير قريتين غربة العفر بمحافظة نينوى من تنظيم داعش الإرهابي. الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في بوروندي إلى المشاركة في مفاوضات لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف ببلاد. إيران تكشف سعيها لشراء 950 طنا من اليورانيوم المركز من كازاخستان خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لتطوير مفاعلها النووي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. شائعات وأخبار مغلوطة، وأيضا نظهر الحقائق كما هي على أرض الواقع يا أستاذ أحمد. ما هو استكمالا للمشهد في سيناء كلها، يعني سيناء الغالية الحبيبة اللي هي جزء غالي من أرضنا، واللي طبعا في عينين كل مصري. جزء منه استكمل يعني خلال الأسبوع الماضي من خلال بعض الأحداث اللي ليها أهداف محددة. خلينا نسمع يعني رأي كاتبة صحفية وطنية، طبعا أنا بعتبرها أمي، وهو ممكن نعتبرها دلوقتي في الأم المصريين المعاصرة، ربنا يديها الصحة وطولة العمر، ونستفيد من نضالها ونستفيد من آرائها ونستفيد من جرأتها في الحق، ومن كتاباتها زي ما استفدنا بيها قبل كده، ومن إبداعها كإعلامية وككاتبة صحفية كبيرة. الإعلامية طبعا. الكاتبة الصحفية القديرة فريدة الشباشي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليكي وعلى كل السادة الضيوف وعلى أحمد وعلى مصر كلها، وإن شاء الله الخير جاي. امين ان شاء الله ان شاء الله. استاذه فريده، يعني زي ما سماكي الاستاذ احمد رفعت ام المصريين، فحضرتك دايما توضحي لنا الحقائق الموجوده على ارض مصر، وفي برنامجنا مواجهه بنواجه الشائعات وايضا نظهر الحقائق للمصريين الذين يستمعون الينا الان. بالضبط. انا طبعا التاريخ طويل
والسراديب بتاعته كتير جدا وفظيعة يعني. بس أنا عايزة أقول لكل المصريين اقفوا قدام كام حاجة كده، اقفوا قدام وعد بلفور اللي عمل دولة يهودية سنة 1917، وقفوا يعني من قرن تقريبا، وقفوا تاني قدام تكوين الإخوان المسلمين سنة 28. يعني إذن البذرة الفتن الطائفية حطها أعداء مصر وأعداء العروبة وأعداء الشعب العربي من المحيط إلى الخليج، وطبعا مصر هي القائدة في المنطقة دي. أنا عايزة أقول إنه الإسرائيلي لما كان بيجي يضربنا في سيناء ولا أيام بورسعيد ولا في أي وقت، ما كانش بيقول والله المسلم يقف على جنب والمسيحي على جنب. صحيح. كان بيضربنا كمصريين، وهو ده اللي مستهدف. وأنا عايزة أقول إن أنا قريت من كام يوم كده تصريح عجيب جدا لمارين لوبان اللي هي مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا، إنها مهتمة قوي بمصير مسيحيي الشرق الأوسط. يعني حاجات عجيبة. اللي بيخدم هذا المخطط الحقير هم الفقراء اللي بيدعوا إن هم بيتصرفوا باسم الإسلام، لأنه هم قبل كده يعني ياما قتلوا مسلمين. هو بس اللي أنا عايزة أقوله إنه الدولة الله يكون في عون الرئيس اللي بيواجه مؤامرات على كل المستويات وأشرف ما يمكن. فاللي أنا عايزة أقوله إن أنا بس بسأل حتى مؤسساتنا الدينية اللي بيقولوا على دول ما نقدرش نكفرهم لأنهم مؤمنين بإيه؟ ما أنت لما تقول دول مؤمنين أنت بتقول للناس كمان المتلقي إن هو ده الإسلام. هل الإسلام إنك أنت تذبح واحد لأنه ربنا قال لكم دينكم ولي دين، وقال أكتر كمان عز وجل قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني عايزة أقول إنه ما فيش ولا حاجة بيعملوها تتسق مش مع الدين، تتسق مع الفطرة الإنسانية. يعني الإنسان دول فقدوا إنسانيتهم، ودول هم أدوات أعداء مصر النهاردة. مصر النهاردة طلعت مزقت مشروع الشرق الأوسط الكبير اللي هو تفتيت المنطقة إلى دويلات عرقية وطائفية زي ما قال كيسنجر. فإحنا النهاردة بنواجه يعني بقى إيه السعرة، بندفع الثمن بالظبط كده. فهم هيتجننوا وبيستفيدوا من دول. اصل دول مش ممكن لا بيخدم، لا ده المفروض انه لا ينتمي للانسانيه، لا بيخدم مصر ولا بيخدم اسلام. فانا عايزه بس اقول ان هم مش عايزين نديهم نحقق غرضهم. هم غرضهم انهم يعملوا لنا نوع من الزعزعه ويعملوا لنا نوع من ان احنا النهارده نتكلم عن وحدتنا الوطنيه. يعني يروحوا يشوفوا سنه 19 لما قالوا انه الهلال مع الصليب، ويشوفوا ان احنا زي ما بقول لو كنا احنا هنفرق بين بعض تبقى كارثه، لان العدو ما بيفرقش بيننا. صحيح. العدو لما بيضربنا كمصريين، ودم وسينا اتروت بدم مصريين ملناش دعوه فيهم المسلم وفيهم المسيحي، مش دي القضيه. بس القضيه اللي انا عايزه اقولها ان انا عندي عتاب على هذه الحكومه، اللي انا عايزه اقول انها مصابه بخرس الحقيقه. يعني لازم ينزلوا ولازم يكلموا الناس ولازم يحطوا وزير اعلام. ده مش دستور ده اللي اتعمل لنا ده. هو طبعا أستاذة فريدة الشباشي الكاتبة الكبيرة، هذا الكلام على مسؤوليتك أيوة. وحق الرد مكفول لمن يتحدث نائبا عن الحكومة طبعا. نعم. ما فيش حد من الحكومة طلع يقول ان الكلام ده مدان. هو مدان طبعا، ما فيش كلام، لكن ما فيش حد طلع يقول للناس يقول لهم احنا بنعمل كذا، احنا هم بيردوا علينا عشان كذا، احنا المؤامرات اللي قابلناها كذا. مش معقول ما فيش جسر بيننا وبين الحكومة دي. يعني ما ينفعش كده. انا اعلى مسؤوليتي. انا عايزه لا في وزير اعلام ولا في مصلحه استعلامات ولا هيئه استعلامات ولا في حاجه. احنا بنتكلم بيننا احنا، لولا الاصوات المحترمه اللي هي بيننا كمصريين ومثقفين وناس وطنيين ما حدش يعرف حاجه، وما نسيبش الساحه فاضيه كده. لازم نتكلم. يعني اذني لي يعني ناخد كده دور الطرف الآخر، لعله يكون المسكوت عنه من الممكن أنه يكون في المصلحة ألا يعلن الآن أو ألا يشتبك الآن يعني طرف الحكومة المصري مع الموقف، ربما لأسباب ستعلن بعد ذلك. مسألة الوقت. لا برضو أطلع وأقول إن في أسباب هتخليني أقول لكم بعدين ليه إحنا ساكتين. اتكلم اقول للناس ان انا موجوده ما متش. نعم. انا ده اللي قصدي عليه. يعني انا مش طالبه تفاصيل، مش طالبه انه مثلا يطلع حد يقول لي لا ده احنا هنهجم بكره على كذا وهنعمل كذا. لا، انا عارفه ان دول اعداء، وعارفه ان دول بيتحركوا في توقيتات
معينة. يعني زي ما كتب ناس قالوا انه مثلا لان الرئيس هيروح امريكا فلازم يعملوا حاجات من دي. دول عايزين يقولوا لبره ان احنا مش شعب واحد، بس احنا رغم انفهم وعلى يعني جثتهم كده احنا شعب واحد. طبعا استاذه فريده، ما فيهاش استاذه فريده، يعني انت مش ملاحظه معانا ان كل ما نشم نفسنا شويه وتعود السياحه تدريجيا ويعود الاقتصاد المصري تدريجيا الى نشاطه، يحصل مثل هذه المؤامرات او هذه بالضبط. انا عايزه اقول لك ان دول اشد عداء وحقاره وشراسه من اسرائيل، لان اسرائيل عدو واضح. يعني انا ببص للاسرائيلي اعرف ان ده اسرائيلي وهو جاي بصفته اسرائيلي. خطوره هؤلاء انهم مزروعين فينا من 50 سنه دلوقتي تقريبا، وقاعدين بيتكلموا زينا وملامحهم زي ملامحنا، وكمان يعني بيحطوا لنا ادوات التدين المظهري والشكلي. فاحنا المفروض نبتدي النهارده نغير كل القيم الدخيله علينا. انا مش شغلتي اعرف حضرتك مؤمنه ولا كافره، انا شغلتي ان انا اعرف حضرتك بتأدي عملك ولا لا. عشان كده هم النهارده عايزين يتسلطوا علينا باسم ان هم اللي بيحددوا، يعني استغفر الله العظيم، يعني دي صلاحيه ربنا عز وجل فقط. انما دول قاعدين يعني من امتى حد يجيب لي نص في الاسلام بيقول انك انت تروح لناس بيختلفوا معاك في العقيده ايا كانت هي ايه ويذبحوا؟ فين؟ طب فين بقى اقرا؟ السماحه. الاسلام فين لا اكراه في الدين؟ الاسلام دين السماحه ويأبى ابدا يعني حدوث مثل هذه الامور. دي دول اعداء للاسلام، دول اعداء للاسلام واعداء في منتهى الخطوره الانسانيه كلها. لازم نقول ده ونواجهه. نعم. الكاتبه هي الاذاعه بتقول ده للامانه يا استاذه فريده. يعني الحمد لله، ما انا متاكده يعني. الأستاذة الكبيرة الأستاذة مفيدة الشباشي، الأستاذة فريدة الشباشي عفوا. هي مفيدة فعلا. طبعا دائما مفيدة طبعا. هذا الحماس الذي لديك هو بالضبط حماس كل وطني غيور على مصر. ده قدرنا وجيشنا قدروا إنه هو يعني يشيل التركة في هذا التوقيت الصعب جدا. أستاذة فريدة، إن شاء الله، وأن إحنا لازم نبقى إحنا كمان درع مع جيشنا. لازم احنا جيشنا نقف معاه. لازم احنا لما نلاقي حد جنبنا بهذا الانحطاط وهذه الخيانية يعني الفظيعة لازم برضو نبلغ عنه. نعم. لازم يا سيدي، انا بضرب مثل بسيط جدا، بقول انه لبن الاطفال مثلا يعني لما انت تقوم تلاقي يعني صيدلية عندها علبة وصيدلية تانية عندها علبتين وصيدليه ما عندهاش، لكن لما تنام وتقوم تلاقي كل مصر ما فيش ولا صيدليه فيها علبه، لا يبقى في مؤامره وفي حد سحب اللبن من السوق. احنا شغالين وسط وحوش جبنه وفي منتهى الانحطاط الخلقي، لانه حتى ما عندوش الشجاعه انه يقول لك حاجه وما عندوش الوسائل انه يقنعك. يعني انا دايما اقول اول ايه في القران الكريم هي اقرا مش اخرس. نعم صحيح. طب حضرتك باعتبارك استاذتنا يعني واحده من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، يعني اللي ليهم جماهيريه وليهم تاثير، تحبي يعني او شايفه تبقى نصائح ازاي للنشطاء الوطنيين الشرفاء الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي؟ يعني يعملوا ايه في مواجهه اعلام الشر اللي جاي عبر وسائل الاعلام الحديث؟ احب اقول لهم انه انتوا لو انتوا فعلا شرفاء يبقى وحدتنا الوطنيه هي تاجنا، هي التاج على راس مصر، وهي اللي منذ التاريخ محدش قدر يتسلل ليها. يعني انت عندك حتى الخواجه البريطاني لما جه قال المصريين دول ولاد لذينه، ما تقدرش تعرف مين فيهم القبطي ومين المسلم الا لما ده يخش الجامع وده يخش الكنيسه. الله. انا عايزه، ده انا دايما بقول هات لي 2 من اي محافظه مصريه، من جميع المحافظات المصريه، هات 2، واحد مسلم وواحد مسيحي، وحطهم جنب بعض، وهات اتخن عالم اجناس في العالم اذا عارف يفرق. احنا عنصر واحد، الحمد لله. احنا جين واحد، احنا حضاره واحده، احنا اللي علمنا الانسانيه القيم والاخلاق. صحيح. وده تاريخ على فكره مش بدعي، لذلك سمونا فجر الضمير. فمش معقول فجر الضمير تسمح بحشرات زي دول.
الأستاذة الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي، يعني نعدك دائما سنظل هكذا فجرا للضمير، فجرا للإنسانية، لحمة قوية في جيشنا، فجيشنا في شعبنا وشعبنا في جيشه الباسل. بالضبط كده. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. شكرا. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدائد تعالى شوفنا، ساعة ما نلمح جيش الأعادي نهجم ولا أي شيء يحوشنا. مستقبل الأمة بين إيديكم، في الوقت ده تعتمد عليكم، ردوا وادي الشعب بيناديكم، بيقول لكم احفظوا شرفنا. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدائد تعالى شوفنا، ساعة ما نلمح جيش الأعادي نهجم ولا أي شيء من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ما زلنا معكم ومواجهة. الأغنية اللي عدت يا أستاذ أحمد بترصد بطولات من قديم الأزل للجيش المصري وما يحققه دايما على أرض مصر. الجيش دلوقتي في جبل الحلال، في ايد ولاد الحلال زي ما طبعا. بس خلينا قبل ما نبعد عن الاستاذه فريده وعن الموضوع، طبعا احنا هو الموضوع مكملين امن سيناء. بس انا اقصد في ملاحظاتها. اولا الاذاعه قايمه بدورها الحمد لله، ومعوضه اي يعني على الاقل قايمه باللي تقدر تعمله والمتعارف عليه والمطلوب منها مهنيا ووطنيا. الحاجة الثانية بدليل ان احنا عاملين برنامج اهو، بدليل ان الاستاذة فريدة اتكلمت. ده برنامج وحضرتك يعني ما شاء الله منذ فترات اذاعية طويلة، احنا لنا دلوقتي حوالي سنتين لسه هنكمل ان شاء الله يمكن في يونيو اللي جاي. وكنا حلقة بقينا حلقتين يا استاذ احمد. الحمد لله. هذا فضلا عن النوافذ الاخرى، يعني نهاية الاسبوع والزميلة بشير خير البرنامج الذي يقدم دائما الانجازات تحت شمس مصر الجميلة. فيعني المواجهة بأشكال متعددة مستمرة. بس أنا عايز أطمن الناس إنه الكنيسة الرسمية أصدرت بيان وترجمته وزارة الخارجية إلى كل اللغات وبعثته يمكن لأغلب يعني الحكومات الأخرى والسفارات، باعتباره صادر كمان عن الكنيسة نفسها. طبعا أهم عبارة جت في البيان اللي احنا نشرناها من شوية على صفحتنا، اللي هي فيها تلك الأحداث تعمد إلى ضرب وحدتنا الوطنية. شوف هم يعني بابا تودروس هو اللي تقريبا يعني أشرف بنفسه على صياغة البيان. نعم. أو قال رجعوا ووافق عليه واعتمدوا في الآخر. العبارة دي جاية فيه تلك الأحداث تعمد إلى ضرب وحدتنا الوطنية وتمزيق اصطفافنا جبهة واحدة في مواجهة الإرهاب الغاشم الذي يتم تصديره لنا من خارج مصر. وبالتالي يعني الحمد لله في وعي بالمخطط وفكرة الدعوات إلى التظاهر في استقبال الرئيس السيسي في زيارته للولايات المتحدة في مارس القادم. ما أعتقدش إنها هتنجح، لأنها جاية أصلا دعوة من أشرار مشبوهين، يعني مشبوهين عندنا وعند كل المصريين. عايزين نوضح فكرة أو الإشاعة الخاصة بما يطلق عليه بتهجير المسيحيين من العريش. كلام غير صحيح. كل القصة إنه الإرهابيين اعتمدوا يعني أسلوب وقح جديد يقدر يوجع المصريين من ايديهم، اللي هي اصلا موجوعه على شهدائنا اللي بيقعوا كل يوم من الشرطه والجيش ومن المصريين الشرفاء الاخرين، اطفال ونساء بيتساقطوا في يعني شهداء على تحت يعني قنابل بتتفرقع من هنا وصواريخ بتضرب بشكل عشوائي من هنا، او يعني مقذوفات بتبقى رايحه من غير وعي بتاخد في طريقها المصريين العزل اللي ما لهمش اي علاقه بالموضوع. في ناس بيتهموا بان هم بيساعدوا الجيش، فبيتم طبعا قتلهم بطرق بشعه زي ما احنا شايفين. فما فيش استهداف لفئه معينه، لكن هم قصدوا يدوسوا على
جرح جديد اللي هو جرح الوحدة الوطنية، عشان يجيب أثر في الغرب ويتم تهجير ناس، فيتربط بينه وبين اللي اتقال عن تهجير أهالي العريش. كل القصة إنه المطرانية في الإسماعيلية هي اللي طلبت تهجير ما يقرب من 30 أسرة، وراحوا امبارح، وطبعا أشرفت المحافظة على وصولهم، وتم تأمينهم بالكامل لغاية وصولهم للإسماعيلية، وتم تسكينهم كلهم امبارح. 23 أسرة في مكان و7 أسر في مكان آخر، وجاري إعداد يعني أماكن مستديمة لغاية ما الأمور تهدى في العريش، أو ربنا ييسر لجيشنا إنه ينهي لنا المسألة كلها. فما فيش حاجة اسمها تهجير، ما فيش حاجة اسمها تهجير قسري، ما فيش حاجة اسمها إن الناس بتطلع أو بيسحبوها من بيوتها بالعافية وبيهجروها. كل القصة إنه في خوف على طالما في قتل على الهوية، زي ما في قتل على هوية الضباط والجنود، ما هم بيتقتلوا عشان هم ضباط وجنود، حتى لو ما فيش حد فيهم بيشترك في قتال ولا معارك فبيقتلوهم. فلكن حرصا على يعني امانهم والمسائل ما تزيدش تدهورا بعد الخمسه اللي استشهدوا في الايام اللي فاتت، او 7، مش عارف عددهم عدد 5 اعتقد او 6. فباقي الاسر الموجوده عددهم 30 تم وصولهم للإسماعيلية امبارح، وتم تسكينهم بحمد الله. على الجانب الآخر الجيش شغال في جبل الحلال يعني يحاول دائما استتباب الأمن في سيناء، وأيضا الأنفاق، السيطرة على الأنفاق. طيب، هو واحد من الصحفيين البارزين المهتمين بأوضاع الجيش المصري، وهو أخ وصديق عزيز، وعنده يعني خبرة ودراية بتاريخ الجيش المصري كله من أحمس لغاية النهاردة. فهو أنا شايفه أولا مساء الخير أستاذ سيد. أستاذ سيد الخمار الكاتب الصحفي، مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. أنا يعني بحييكم وبحيي مسبيرو العظيمة، جامعة الإعلام المصري والعربي الأولى في الوطن العربي، كره من كره وأحب من أحب. شكرا يا فندم. والدليل على ذلك أنكم تقدمون الآن وعيا وطنيا خالصا لجيش مصر. أقول بدقة ووضوح إن الإرهابيين يلجؤون إلى الضغط على عصب الدولة المصرية بوقاحة وسفالة منحطة فيما يتعلق بأشقائنا الأقباط في العريش. أمر لابد أن نشير إليه أولا، ونحيي كل جندي ومجند وضابط يؤدون معركة جليلة تشبه المعجزة العسكرية في جبل الحلال. ايه بقى يا استاذ سيد، انا شايفك مبتهج وعندك حالة كده، لانه يا استاذ من احمد الفرحة والانتشاء فيه على صفحتك على شبكات التواصل. لاني احكي لك قصة طريفة. اتفضل. اذكرك بسيدنا وتاج رأسنا احمس، والقائد العسكري العظيم الذي خاض معركة في نفس هذا المكان سنة 1560 قبل الميلاد، وانتصر الضابط العظيم الذي كان يقود الموقعة في هذا المكان، ويسمى بابا. ببساطة يا أستاذ أحمد ويا أيها المستمعين، إن جيش مصر قام بمعركة في جبل الحلال ستسطر بحروف من نور، كما سطر أجدادنا العظام نفس هذه المعركة في منحوتة الكاب الحالية الموجودة في أسوان. بوضوح، الجيش المصري يتعامل مع شياطين الأرض وينتصر وحقق انتصارات لا يمكنني أن أتحدث عن تفاصيل عسكرية، وأنا أتشرف بأني واحد من المتخصصين في تاريخ جيش مصر منذ القرن 27 قبل الميلاد وحتى الآن. بل لعلي لا أذيع سرا إذا قلت لك يا أستاذ أحمد إنه الترتيبات العسكرية والرتب كما عملها سيدنا وتاج رأسنا أحمس العظيم هي بنفسها التي تسير عليها كل جيوش العالم. اللي حاصل بدقة شديدة إنه المسألة القبطية توجع مصر كما أشرت حضرتك وأشارت أستاذتنا فريدة، وكلنا يعلم أن هذا الضغط يؤدي إلى ضيق ووجع شديد عند المصريين. لماذا؟ لأن تركيبة مصر العصية على التفتت. أحكي لك أمرا سريعا وفي عجالة. خطيب ثورة 19 القم سرجيوس، وقارئها مولانا محمود البربري،
عندما تم اعتقال محمود البربري فسيدنا سيرجيوس يروح ويخطب في الجامع الازهر، فالاحتلال الانجليزي بيقول لك الله، هو الجدع القسيس ده بقى شيخ والشيخ بقى قسيس، ما تفهم ايه. كانوا يتعجبون كيف توحد المصريون بهذا الشكل العظيم. هذه ملحمة مصرية تجري الآن في سيناء. لكن أقول للشعب المصري: ثقوا بجيشكم، ثقوا بجنودكم، هؤلاء الأبطال نقبل أيديهم، ندرك أنها معركة طويلة. يا أستاذ أحمد، إن ما فعلناه في 30 يونيو ثورة ببساطة شديدة. أنت شلت كبس مخطط كان مرعب، كان بشع. لن يتركونا في حالنا، ولكننا وراءهم بالمرصاد. لن نترك إرهابيا واحدا في سيناء الحبيبة، أيقونة الجغرافيا المصرية عبر التاريخ، بوابة الشرق للمجد المصري. ثقوا. أما معركة جبل الحلال فأدعو أساتذتنا الكبار في جيش مصر بتأريخها وكتابتها وتسجيل أبطالها، جندي جندي، ضابط ضابط، مجند مجند، لتعلمها الأجيال القادمة كما وجدنا نقوش سيدنا وتاج رأسنا أحمس العظيم. معك يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي يحدثك سيد الخمار الكاتب الصحفي وتحدث عن تاريخ الجيش المصري. أستاذ سيد، الآن جبل الحلال زي ما بيقولوا في إيد ولاد الحلال. لو تحدثنا تفصيلا عن هذه المعركة وما ينجز فيها على أرض الواقع. ببساطة إيه اللي حاصل؟ الجيش المصري ربما من 50-60 سنة لم يتمركز هذا التمركز العظيم في هذه المنطقة. ببساطة شديدة يؤدي أداء عسكري رفيع. نحن نواجه شياطين مسلحة وقوى عسكرية غاشمة ومعدات ثقيلة ليست موجودة سوى عند جيوش عظمى. لا أريد أن أفصح أكثر من ذلك، لكن الأداء المصري المبهر في معناه إيه؟ أنك الآن تستطيع أن تنام مطمئنا أن مصر أمينة. وحابب أقول برضو حاجة: الجندي دلوقتي اللي موجود في جبل الحلال أو في ناحية ليبيا بيسمع إيه؟ مرتبط بوطنه بإيه؟ يا من تهاجمين يا مسبيرو، مع الراديو الصغير وبيسمع حضرتك وبيسمع أحمد رفعت وبيسمع سيد الخمار. هذا أمر في السياق أيضا. اللي حاصل إنه لو حضرتك عندك فار في البيت ممكن يقرفنا شوية. هم الإرهابيين شوية فئران يختبئون وسط الأبرياء المدنيين، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه الإرهاب جبان، يختبئون وراء المدنيين. وليعلم الجميع كما علمنا التاريخ، كما يعلمون من سيدنا رمسيس السادس قاهر شعوب البحر، أن الجيش المصري أباد دولا من الوجود كانت موجودة. لن يهزمنا الإرهاب أبدا. أقول يا أستاذ سيد لحضرتك ما ختمنا به حوارنا مع الأستاذة فريدة الشباشي منذ قليل: ميزة جيشنا إنه جيش في شعبه وشعب في جيشه. الله عليك. إحنا يا حبيبي جيش طلع له شعب ببساطة. نعم. إحنا جيش. أنا آخر حاجة كاتبها للجيش المصري: أنا ضابط في الجيش المصري، مجند وحافظ، متعلم وحافظ عصري، والشهادة واخدها حصري. أنا ضابط في الجيش المصري. حتى أولادي، ابني الصغير محمود نفسه يطلع ضابط البحرية المصرية. شرف يا فندم، شرف. شاب صغير. نعم. الجيش المصري ده هو ببساطة شديدة خيمة العرب. صحيح. وسننتصر إن شاء الله. ودائما تأتي لنا البشرى من مصر. طبعا. صحيح. نحن خدم وجنود لأصغر مجند في جيش مصر. تحياتي لكم ولمسيره وللبرنامج العام. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. عفوا. مصر نادتنا فلبينا نداها وتسابقنا صفوفا في هواها.
مصر نادتنا فلبينا نداها وتسابقنا صفوفا في هواها فإذا باغ على أرض رماها ترقص الأرواح والدنيا فداها ونروي بالدم الغالي ثراها ونصور الموت في كل البقاع ونروي بالدم الغالي ثراها ونصور الموت في كل البقاع نحن جند النصر أبطال الدفاع يوم يدعونا لدار الأولداء. نحن جند النصر طبعا إن شاء الله سنظل هكذا، سنظل حقيقة. وهو يعني يغني محمد عبد الوهاب مع ما كانت تتحدث عنه الأستاذة فريدة الشباشي والأستاذ سيد الخمار. والله لو أنا الآن بين في موقع الحدث هناك أعتقد الامور هتتغير. استاذ احمد رفعت، يعني احنا عايزين نقول للمستمعين ان انت اللي اخترت الاغنيه ديت، وانت بتحب قوي الاغنيه الوطنيه وقد ايه بتاثر في مشاعر. لا ده جزء من المعركه. احنا خدنا فتره من الفترات كان الاعلام داعم للقياده وداعم لجيشه، وانتج للمصريين والعرب اروع الاغاني الوطنيه في تاريخ مثلا العالم كله. عندنا تراث هائل. جيل الشباب اللي بيسمع دلوقتي، ان انا بسمع الاغنيه قد ايه جميله. احنا يعني مش عايز اقول لك قد ايه الرسائل والتعليقات بتيجي على الاغاني بس، وبعد كده الناس تطلب ان احنا تتبعت لها الاغنيه مخصوص على صفحاتها، او يعني لينا يعني بعد يعني بيسموه توابع الحلقات بتبقى على شبكات تواصل مختلفه تماما على كل الصفحات. اللي عايز الاغنيه واللي عايز الحلقه ساعات تاني واللي عايز مش عارف ايه. كاتفا كلمه اخيره في كلمه اخيره. الشعب المصري قادر على العبور من كل اللي بيحصل بعبقريته وبتجليه عند الأحداث الكبرى. الرئيس السيسي قادر بحكمته على العبور بالعلاقات المصرية الروسية إلى أفضل ما يعني يمكن حدوثه في الفترة الحالية. نتمنى زي ما قال السيد محافظ، وطبعا محافظ مرسى مطروح عامل شغل هايل هناك، نتمنى إن رأيه في الضبعة يكمل، وإن شاء الله العقد يتمضي في مارس القادم وما يتأجلش تاني وتمر الأمور كلها على خير. نتمنى إنه الجيش المصري قادر على تحقيق إن شاء الله أمنيات المصريين في استعادة سيناء بالكامل من كل إرهابي، حتى لو كان يعني فاضل واحد بس، لكن إن شاء الله جيشنا قادر. دي سمات حرب العصابات زي ما بنسميها، حرب البرغوث والفيل. طبعا الإرهابي بحرب العصابات قادر إنه يختفي قبل وبعد إجرامه. قدامه جيش كبير واضح بمعسكراته واضح بقواته، غيره هو قادر على الضرب والاختفاء. لكن بالطول المعارك بسبب انه ما فيش توازن في الاحجام، لكن في النهايه بيبقى النصر دائما. والارهاب مش لوحده، يعني ده في مدعوم طبعا باجهزه يعني ومخابرات كبيره جدا وربطنا. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه نختم بيها الحلقه وتبقى ان شاء الله نبدا بيها الحلقه اللي جايه، ان الراجل نقف قدام خبرين الاسبوع ده عشان بس نشوف التناقض والاكاذيب. موشي علون اللي هو وزير الدفاع الاسرائيلي السابق قال ان احنا اللي بنحرك. بص بقى باللعب على المكشوف. احنا قلنا الحلقه اللي فاتت ايه؟ مش المكشوف بس، احنا قلنا مكشوف المكشوف. يعني موشي علون ده بيقول ثوار سوريا احنا اللي بنحركهم، هم ليهم ينفذوا الاوامر واحنا علينا نمول او نداوي الجرحى. طيب بعد كده ايه بقى ونخفيهم؟ اللي بيقول لك بنضرب داعش في سيناء هو اصلا اللي بيمول بحرك داعش هناك. يعني بس عشان نبقى الامور واضحه. المخابرات الامريكيه، ودي اول مره نشوف حد يعلن كده، المخابرات الامريكيه هذا الاسبوع تعلن وقف الدعم للارهابيين في سوريا. يعني كل اللي كانوا بيسموهم ابطال وصوار والله كانها نكته للحماده سلطان. انا كتبتها تحولت النكته والناس دخلت تضحك وباللعب فعلا على المكشوف. ما عادش يعني شغل المخابرات دايما بيبان بعد 30-40 سنه تكون الامور اتغيرت ويكونوا العملاء اختفوا ويكون بالظبط. لكن انه في نفس الشهر اللي فيه ترامب بيجي تعلن المخابرات الامريكيه توقف دعم ما يسمى بثوار ليبيا بثوار سوريا، يعني المادي والعسكري. فاحنا قدام مسخره ساهم فيها القوة الوحيدة اللي كانت داعمة للإرهابيين في سوريا هم الإخوان وحلفاء الإخوان، سواء الإعلاميين المعروفين اللي احنا نعرفهم واللي كلهم دلوقتي بره مصر، أو نشطاء الشر الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي، واللي أبطال مصر الشرفاء الوطنيين على نفس الشبكات
بيواجهوهم وبيصدوا ليهم. يا رب يكون اللي مش فاهم الخبر بقى الكويس نختم بيه هذا الاسبوع. السيده صاحب نصر بتعلن ان 538 شركه تاسسوا جداد من ساعه ما تولت هيئه الاستثمار بعد ما بقت وزيره الاستثمار بعائد 621 مليون جنيه. لكن حصيله الشهر اللي فات من تاسيس شركات في هيئه الاستثمار بلغت اجماليها 6 مليار جنيه، بلغ اجماليها 6 مليار جنيه في شهر واحد شركات جديده. وبالتالي احنا رايحين يعني استثمارات جديده. ده خبر مشرق جدا، يكون يعني مختتم هذا اللقاء والحوار مع الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. النهاردة طبعا حلقة كانت مهمة جدا ودسمة جدا ككل الحلقات السابقة. الله يخليك أستاذ أحمد. ويوم الاثنين القادم زميلة جيهان طلعت معك في مواجهة إن شاء الله مكملين في حلقات الحوار مع المستمعين حوالين دعم القطاع العام والمنتج المصري ومساندته، إنه المصريين يستردوا أملاكهم من تاني، سواء بالدعم المباشر أو سواء باسترداد ما تم تخريبه. إن شاء الله تكون حلقة موفقة يوم الاثنين مع الزملاء جيهان طلعت ومروة أمين، ودائما تحيا مصر. الحمد لله الحملة بينضم لها كلهم شخصيات عامة وفنانين حتى ورجال أعمال بالمناسبة. موفقين دائما. شكرا أستاذ أحمد، كل التوفيق إن شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر. يا مصر ما فيش أحزان، يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان. دايما يا مصر أمان. كنا معكم ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، وفريق عمل يوم السبت دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، أمان هلال على هندسة الهواء، ودكتور محمد رفعت في الإخراج. إلى اللقاء. امبارح ما فيش غير الأمل طارح بيبعد